أثارت صورة متداولة تجمع الممثلة المصرية ياسمين صبري مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة التساؤلات من جديد. فقد تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة الثنائي من داخل مطعم وهما يتناولان العشاء، مما أثار الجدل بين جمهور ومحبي الثنائي الشهير. وقال أبو هشيمة خلال لقائه في إحدى البرامج إنه يكن كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين، لكن حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها تتعلق بطرف ثاني أيضا، مضيفا أن زوجته السابقة إنسانة محترمة جدا. بدورها أثنت الفنانة المصرية على طليقها في تصريحات محلية مؤكدة أنه كان كريما جدا معها، يفاجئها ويغرقها دوما بالهدايا. وكانت الفنانة ياسمين صبري عادت لمتابعة طليقها أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص، كما بادلها رجل الأعمال المعروف نفس الخطوة بعد أشهر وجيزة على انفصالهما، مما فتح باب التساؤلات حول عودة الثنائي من جديد. وكان أحمد وياسمين تزوجا قبل عامين بالتحديد في إبريل عام 2020، واختار أن يكون عقد القران في أجواء عائلية غاب عنها حينها والد العروس بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته، فيما لم يسفر الزواج عن أبناء. وكشف مصدر مقرب منهما أن الفنانة المصرية عادت إلى أبو هشيمة بالفعل منذ فترة ليست طويلة. وحول سبب عدم الإعلان عن عودتهما أوضح أنه يعود لأسباب خاصة، مؤكدا أنهما سيعلنان الأمر قريبا للجميع في الوقت المناسب. وأوضح المصدر أن أحمد أبو هشيمة هو من بادر بالصلح لإنهاء انفصالهما، وطلبت ياسمين صبري فرصة للتفكير في الأمر، إلا إنها وافقت في النهاية واتفق على عدم الإعلان في الفترة الحالية.